بعض الناس قالوا عنها إنها بتستغل جسمها علشان الفيديوهات، وإنها عملت كام عملية تجميل علشان تبقى كيرفي. الشباب والبنات بيتابعوها، بس هي بتقول إن فيديوهاتها للبنات بس. طب إيه حكاية البلوجر ريناد ثابت؟ وإيه علاقتها بالبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. تقريبا كده كل يوم والتاني هنسمع حكاية شكل عن بلوجر شكل، وحكاية النهاردة عن بلوجر شهيرة اسمها ريناد ثابت. والبلوجر دي يا جماعة اللي ما يسمعش عنها وما يعرفهاش، احنا جبنا لكم كل حكايتها في الفيديو ده. البنت دي عاملة قلق على السوشيال ميديا دلوقتي بسبب الفيديوهات بتاعتها. بصوا، هو مش بسبب الفيديوهات بالظبط، انما بسبب شكلها نفسه. وزي ما انتوا شفتوا كده ومن غير توضيح اكتر، البلوجر الشهيرة ريناد ثابت واضح انها ماشية على خطى البلوجر سلمى الشيمي. الاتنين بيقولوا ان هما بيستغلوا جسمهم، مع العلم ان سلمى قالوا ان شكلها طبيعي، انما ريناد ثابت في تعليقات على السوشيال ميديا بتقول ان شكلها ده مش طبيعي، وانها عملت عمليات تجميل كتير علشان تبقى كده. الفكرة مش بس ان ريناد مبسوطة بالشكل ده ومستريحة فيه، الفكرة انها حبت تستغله وتطلع تعمل فيديوهات للمتجوزين بانها تنصحهم نصايح خاصة، وكمان تعرض وتعرف البنات اللي لسه على وش جواز باللبس اللي المفترض يجيبوه في أول جوازهم. من الآخر كده ريناد بتوضح للبنات كل حاجة في الفيديوهات بتاعتها، بس في عندها ملاحظة بسيطة، إن على حسب كلامها في بنت سربت الفيديوهات بتاعتها دي على السوشيال ميديا. بنت أخدت الفيديوهات دي من جروب للسيدات بس، وقامت عرضها على جروبات الرجالة وعلى التيك توك. ومن هنا كل الشباب بقوا بيشوفوا الفيديوهات بتاعت ريناد اللي بتتكلم فيها بشكل خاص مع السيدات. والفيديوهات دي بالتأكيد فيها طبعا حاجات خاصة تخص السيدات فقط، وطبعا هي باينة فيها بالشكل اللي عامل كل القلق ده. بس الأزمة دلوقتي إن في شباب كتير من الشباب الصغير دول اللي لسه في سن المراهقة بقوا بيستنوا دلوقتي الفيديوهات بتاعت ريناد ثابت علشان يشوفوها، وبقى في شباب كتير موهوم بيها، وطبعا دي مشكلة كبيرة. المهم ان ده زعل ناس كتير على السوشيال ميديا، والناس دي حذرت ريناد في الكومنتات على حسابها على فيسبوك، وعدد كبير من الناس قالوا لها تبطل تعمل الفيديوهات دي وتبطل تبين نفسها بالشكل ده، لان الشباب بيفتنوا بيها وان ده ما يصحش خالص، وحذروها انه هيتقدم فيها بلاغات ويحصل فيها زي ما حصل في سلمى الشيمي اللي حاليا في الحبس. وتقريبا كده شكل ريناد أخدت بالها من التحذيرات دي، وطلعت في فيديو وقالت إن كل الفيديوهات بتاعتها اللي ظهرت فيها بالشكل ده كانت أصلا في جروبات للسيدات، وفي واحدة سربتها على السوشيال ميديا. ودلوقتي ريناد مش مسؤولة خالص عن الفيديوهات دي، وتسأل فقط عن الفيديوهات اللي بتتنشر على صفحتها الخاصة على العلن. لحد هنا ونكون عرفنا حكاية البلوجر ريناد ثابت، وعرفنا سبب شهرتها وسر الجدل اللي معمول حواليها، وعرفنا تعليقها على إن الكل كان بيدور على الفيديوهات بتاعتها، وإيه سبب إنها عملت أصلاً الفيديوهات دي وكانت عاملاها لمين. انتوا بقى إيه رأيكم في الموضوع؟ اكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات.